اهلا بكم، اهلا وسهلا لجميع المتابعين. معايا نموذج جميل جدا، يعتبر معايا نموذج حلو قوي من جمهورية مصر العربية، من المصريين العاملين المثقفين العاملين بالمملكة العربية السعودية. اهلا بيك يا سيد محمد، اهلا وسهلا. اهلا يا بروف، اهلا بحضرتك. قول لي كده يا محمد، انت وصلت لي ازاي الاول؟ يعني اتعرفت عليها ازاي؟ اتفضل. في البدايه هو انا كنت يعني بتابع الفيديوز اللي حضرتك بتنزلها على فيسبوك. من اول مره او تاني مره بدات اسمع الفيديوز دي، انا كنت يعني حابب ان انا اشترك مع حضرتك، بس ما كنتش عارف اوصل بصراحه. لحد في مره فيديو كده كان نازل، انه عن طريق الانستجرام ده، فنزلت الانستجرام على طول. انا ما كانش عندي حساب على الانستجرام، وتواصلت مع السكرتارية حددوا لي موعد بعدها على طول يعني. عملنا الانترفيو وبدأت. فكان تمام. الأسلوب بصراحة ممتع جدا، وشدني الطريقة اللي حضرتك بتعرض بيها الأفكار، أو الميكس اللي بتعمله بين العربي والإنجليش عشان ده توصل بالنسبة المعلومة. للفيديو اللي انت شفته، اللي هو الفيديوهات القصيرة اللي انا بنزلها صحيح. على صحيح. انستجرام والفيسبوك. وبعد كده انت بالظبط. قررت، طبعا اتكلمت معاك. انت دارس ايه يا محمد في جمهورية مصر العربية؟ خريج ايه؟ طيب، أنا خريج آداب لغة عربية من جامعة عين شمس. تمام. اشتغلت في التدريس يمكن سنتين قبل ما إن أنا أسافر. آم، بعدين أنا بشتغل في زيروكس، شركة زيروكس في نعم. السعودية. حاليا أنا سينيور سيرفيس ديليفري مانجر في الشغل. طبعا ده بيحتاج إنك تتعامل دلوقتي مع انت في كاستمرز. السعودية مش كده؟ بس أنا في تمام. السعودية. جميل. تمام. في مجال الشغل، طبعا أنا بدرس حاليا في الجامعة العربية المفتوحة، بدرس بزنس ادمنستريشن، وده آخر سمستر اللي جاي إن شاء الله، خلاص هتخرج. جميل. بالإضافة لأن أنا بدرس كورسز كتير، حاليا بدرس واحد منهم في الداتا ساينس والماشين ليرنينج في جامعة أوستن في ولاية تكساس في أمريكا. تمام. بس فده في مجال شغلي. طبعا أنا بتعامل مع كاستمرز كتيرة، أمريكان، بريتش، جنسيات مختلفة. حضرتك عارف في السعودية في سelection، مفيش جنسية واحدة يعني. فاللغة مهمة جدا بالنسبة لنا في نعم. الشغل. أنا للأسف ما كنتش عارف، يعني طول عمري ما بعرفش أذاكر إنجليش، دي حقيقة. نعم. من أيام ما بدأت دراسة، مدرسة خاصة طبعا زمان في الابتدائي وكده، فما أعرفش إنجليزي بتذاكر إزاي. اللي نعم. هو الإكسبيرينس هي تراكم خبرات وتعامل ومواقف، هي اللي بتوصل الليفل بتاعك. مثلا إذا كان intermediate ولا upper intermediate، ده من خلال التعامل مع الاشياء والتعامل مع المواقف. تقرا حاجه او تستفيد وانت بتدرس. لكن حاجه سبيشاليتي كده، او حاجه ازاي تدرس الموضوع بالشكل اللي انا شفته في الكورس مع حضرتك، لا طبعا. اول مره بصراحه اشوف الموضوع. طيب، معنى كده ان انت خدت كورسات قبل كده يا محمد؟ قبل ما تجيلي مثلا خدت كورسات فين؟ اخذت في مصر، في معهد، وهنا درست في البريتش كونسل طبعا. درست هنا 3 فين؟ هنا في ليفلز. السعودية عندك؟ السعوديه في الرياض، 3 اه، درست ليفلز في فترة قد البريتش ايه كونسل. مثلا؟ الفترة قد ايه؟ يعني هو تقريبا كانت حوالي من 7 ل9 شهور، مش فاكر. من الكلام ده من 7 سنين، في 2015 درست في البريتش كونسل 3 ليفلز. كانوا تمام. حددوا لي intermediate level، درست 2، ودرست upper intermediate level 1. المشكلة إن هما بس تركيز هناك على الجرامر. أكيد أي اه. حد درس في البريتش كونسل هيبقى عارف الفوكس عالي جدا على موضوع الجرامر، أكتر من الحاجات التانية. طيب، لما جيت هنا نعم. بقى لقيت الموضوع مختلف ازاي يا محمد؟ اشرح لي كده، مختلف ازاي؟ تمام. هو اولا طريقه السرد، طريقه العرض، الانجيجمنت اللي حضرتك بتعملها مع الناس، الممبرز او الكلاس اللي بيدرسوا، الناس بتدرس، انجيجمنت عالي جدا. طريقه السرد مش ممله خالص. الليفل بتاع الفوكاب، والطريقه اصلا ان هو حضرتك كل محاضره مختلفه عن اللي قبلها. نعم. الليفل بتاع الفوكابلري عالي جدا، وطريقة شرحه كمان والاكزامبلز اللي بتيجي فيه. يعني الموضوع مختلف يعني شكلا وموضوعا الحقيقة. كمان في الآخر حضرتك بتعرفني ادرس ازاي،
والطريقه وعدد الساعات، والمفروض الموضوع ده يتذاكر ازاي. ده كل موضوع الاد فاليو طبعا. إنه بقول لحضرتك دي اول مره انا اعرف ازاي اذاكر انجليزي، دي حقيقه. ما انا مش صغير يعني في السن، لا، ما بس انا اول مره فاهم اعرف طبعا. انجليزي بيتذاكر ازاي. نعم. لا، مش غير كده كمان ان انت عندك خبره، ان انت اشتغلت في كذا مجال، واشتغلت في التدريس، وبتدرس في جامعه هنا في امريكا، في ولايه تكساس، فعندك خبره كمان، بالاضافه ان انت طالب بتدرس في جامعه في امريكا هنا. طب بالنسبه لي، انت قلت لي موقف حصل معاك مع احد الاجانب، احكوا لنا كده يا محمد، اتفضل. هو يعني انا عندي كاستمرز كتيره بريتش وامريكان، فلسه من يومين تقريبا كنا في اجتماع مع عميل في يوكي مود. نعم. فهو طبعا راجل بريتش، فلما في وسط الكلام بدأت استخدم مصطلحات من اللي احنا خدناها تاخدها. فزي predicament مثلا. اه. دي الناس بتقف يعني وانت بتتكلم، الناس بتحس ان هو انت فعلا you grab his attention، هو اه. بدأ ينتبه لك. غير لما بتتكلم ليفل الفوكاب العادي بتاعنا اللي هو احنا طبعا. اتعلمناه في الدول مم. العربية يعني. لا بيفرق الموضوع فعلا. لما تبعت ايميل مثلا تستخدم فيه بعض الكلمات من اللي انت. انا شايف ان التعليم مع الريفليكشن لازم ان انت تستخدم الفوكاب ده عشان ما تنساش. وفعلا انا بدات اعمل كده يعني، بدات اطبق على طول الحاجه اللي بتعلمها، فده ان شاء الله والاد فاليو اكيد، وانا فعلا بستفيد. حسيت ان انت الثقه، وحسيت ان انت بتتعلم حاجات ما اتعلمتهاش يعني انت قلت لي في الرساله بتاعتك اللي انت بعتها لي بعد اول محاضره، انا عمري ما خدت محاضره بالشكل ده. ده حقيقي فعلا، مش مجامله على فكره. ولكن انت لما بيبقى عندك قناعة في البداية، هي بتبدأ بقناعتك انت الشخصية بالانستراكتور او بالبروفيسور اللي بيدي لك، دي اول حاجة مهمة. انا شايف كل الناس اللي معانا عندهم نفس القناعة دي، هو مبدأ عندنا. ولكن انت يعني بتبدأ بكده وانت انتباهك مشدود ومركز. وقت المحاضرة فعلا ما بحسش بيه يعني، لو المحاضرة 3 ساعات 4 ساعات انا stay focused، مش هنسى، مش هخرج بره تركيزي، مش هعمل حاجة تاني. دي كلها مؤشرات ان انت فعلا بتستفيد، وطريقة العرض كويسة، وتتعلم حاجات جديدة. انا في مصطلحات هنا اول مرة كنت اسمعها. الاكسنت نفسها، تركز على موضوع الاكسنت. تعرف طبعا احنا في طريقة النطق بتاعتنا شوية مش مختلفة كتير جدا. نعم. فكل الحاجات دي لا انا بستفيد منها، وان شاء الله يعني انا شايف ان انا في خلال فترة مش طويلة باذن الله مستواي هيختلف خالص. تمام تمام. اشكرك يا سيد محمد. محمد طبعا مقيم الان في المملكه العربيه السعوديه، وهو بيدرس في جامعه تكساس بالولايات المتحده الامريكيه، بيعمل ماستر. نموذج جميل جدا، ونموذج للشاب المجتهد، وان شاء الله باذن الله نطلع منه مستوى اجمل واجمل واجمل من كده كمان، اكون انا فخور بيه. دايما بقول يا محمد، انا مش بس بعلم لغه، انا بعلم حياه. حسيت ان انت بتتعلم حياه في امريكا من كلامي خلال المحاضره؟ اه طبعا اكيد. ومن الامثله اللي حضرتك بتقولها يعني فاكر في المحاضره بتاعت يوم السبت اللي فات، فاكر القصه اللي حضرتك قلتها ايوه. والموضوع. لا لا طبعا انت بتعرف، والمحاذير والوصايا اللي هو ده غلط وده يعمل لك مشكله وده ما. فلا طبعا بستفيد طبعا. بتختصر سنين الخبره اللي حضرتك عشتها للناس، خصوصا اللي لسه ما راحش زي حالاتي انا. اتليست رايح عارف المفروض ايه يتعمل وايه ما يتعملش، لانه ممكن انت بتعمل تصرف عادي باي نيتشر مش عارف انه هيجيب لك مشكله ولا يتسبب لك في مشكله. ف- تمام تمام. نموذج جميل، بيتعد اعداد كامل عشان يعيش في الخارج، معاه تعليم كويس، وبرضه شغال على الماستر ديجري عشان نعده للحياه. مش بس بقى يجي هنا في امريكا، لا، يجي ناجح، يجي متعدي اعداد قوي في اللغه الانجليزيه، يفهم المجتمع الامريكي، يفهم المجتمع الغربي، يتكلم انجليزي صح، معاه شهاده كويسه، الدنيا كلها تفتح له في الخارج. هو ده اللي احنا بننادي بيه. ودايما بقول في نهايه فيديوهاتي ونهايه محاضراتي: knowledge is power، المعرفه قوه. مش بدرس لغه، انا بدرس حياه. شكرا، باي باي.